السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم أميرة في المطبخ. يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح الخير على عيون أجمل متابعين يا رب. ربنا يجعل أيامنا كلها خير وسعادة يا رب، اللهم آمين. احنا هنا لسه صاحيين طبعا، شغلنا القرآن زي ما انتوا شايفين، طلعنا للحلوين وكده. أول حاجة يعني بنطلع لهم هما بعد طبعا ما بنكون فطرنا، او لا اما بنطلع لهم. ساعات بطلع لهم الاول، مثلا لو انا طالعه لهم بدري اخر النهار فبضطر ان انا اطلع لهم اول حاجه هم يعني. هنا نشرت، كنت حاطه غسيل ونشرته وكده. الجو حر قوي بصراحه يعني بالنهار. الغسالة بصراحة يعني الواحد بيشغلها كل يوم يوميا، وساعات بشغلها مرة، وساعات بشغلها مرتين وكده. نسبة الرطوبة بصراحة عالية في الجو كده، والأولاد زي ما انتوا عارفين ربنا يخليهم كل شوية طبعا من كتر الحر وكده، كل شوية يغيروا ياخدوا دش كده يعني. هنا بنشر طبعا زي ما قلت لكم. انا الستاره دي طول ما انا بنشر لازم بنزلها وكده، واول ما بخلص نشير بقوم شايلها عشان الغسيل يتهوى معايا. هنا انا كنت خلصت نشرت وكده. انا طبعا كنت مستعجله وكده، عايزه يعني اخلص الحاجات يعني شغل البيت بتاع النهارده، اللي هو الترويق والتنظيف يعني وكده، والغسيل والفراخ والحاجات دي بخلصها، او بحاول ان انا اخلصها اول ما بصحى علشان اخش على المطبخ اشوف ورايا ايه. هنا بقى كنت جايبه حاجه محشي وكده. ده بتنجان اهو، هقوره وهعمله. والحله دي فيها تخديع الطماطم اهو. انا هنا قورت البتنجان والفلفل معايا، وادي الطماطم اهي اللي انا كنت مسبكاها وحطاها في الفريزر، وده الرز اللي انا منقيه للمحشي. بصراحه يعني ما كنتش هعمل محشي ولا حاجه، بس ابني ربنا يخليه يحفظه هو اللي طلبه، ابني الصغير وكده. وهو طبعا يا حبيبي كان واخد كان تعبان وكده، ودرجه حرارته عاليه، فبقاله فترة ما كانش بياكل. فقلت يعني الواحد يعمله له النهاردة وكده، طالما انا الحاجة موجودة كده كده اعملها له وخلاص. ربنا يحفظهم يا رب من كل شر وكل سوء. هنا انا بحشي معاكم. طبعا انا كنت مستعجلة جدا. يوم المحشي ده بيبقى يوم عفرطة كده، الواحد بيصحى من النوم يجري على المطبخ او يجري على الحاجة اللي بيعملها عشان يخلصوا بسرعة بسرعة. هنا اهو ده الفلفل اللي انا مقوراه بحشيه معاكم. طبعا لايك وشير يا حبايبي وكده، واشتراك، لان زي ما انتوا شايفين انا بتعب في الفيديو قد ايه وكده. طول ما انتوا بتشجعوني بصراحة، يعني انتوا بتشجعوني ان انا اعمل فيديوهات وان انا يعني اظهر لكم احسن ما عندي وكده، وان انا بتدوني امل بصراحة. انما يعني ما بلاقيش لايك ولا اشتراك ولا الكلام ده، طبعا انا بيجيلي احباط وكده، وبفكر يعني ان انا ما اشتغلش. كل مره اقول لا، ده انا مش محدش بيعمل لي حاجه، لا فانا مش هتعب نفسي بقى، انا هعمل ليه فيديوهات والكلام ده. هنا انا كنت حشيت اهو. هنا ده كان باقي عندي حبه رز، عملت عليهم سطرين ورق عنب. وده المحشي بعد ما حشيته. هو بصراحه ما خدش حاجه يعني الحمد لله، لاني مش عامله كميات، دي كميات بسيطه اصلا. هنا بقى يعني كنت خلاص اهو حشيته، وهولع عليه على البوتاجاز. هنا كان خلص معايا بعد ما ولعت عليه. هنا كان خلص اهو بعد ما استوى. هبتدي ان انا اغرف معاكم. حبيت اوريكم بس منظر المحشي وهو نازل من على البوتاجاز. هنا هو ورق العنب معايا.
اللي بيحب ارضية المحشي زي كده يا ريت يعلقلي في الكومنتات مين زي بيحب ارضية المحشي ويحب ياكلها. هنا انا كنت خلصت اهو، حطيت المحشي زي ما انتوا شايفين، وهنا اللحمة حمرتها وعملت طبق سلطة وكده وربنا يجعلها يعني يديمها نعم علينا يا رب، واحفظها من الزوال. وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي يا رب، يعني ربنا يديكوا الصحة ويبارك فيكم يا رب، اللهم امين. هنا اهو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.